يا الغالي على هونك ارحب. هلا والله بالعيال، يوم بالله انكم فقد اخبار وعلوم كيف الاهل والاخوان والاصحاب والقبيله والجماعه كف 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 علي بالطلاق انكم وحشتوني واحد خشمك يا ولد انت وياه خشمك هق على السريع حضن يلا 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 يلا. اسمعوا شوفوا، ادري انكم تقولوا ببالكم ايش البجيحه ذي، يعني هي اللي ساحبه علينا ومسويه في امها مشتاقت لنا. والله ما سحبت الا لسبب، ما نقلت من بيت لبيت ولا من عماره لعماره، نقلت من مدينه لمدينه ثانيه، وانتم عارفين اني انا عايشه لوحدي، فلما اعيش لوحدي واقرر اني انقل لمدينه ثانيه الشيء هذا حيتطلب وقت جدا طويل على ما استقر. عشان كذا سحبت عليكم المده الطويله اللي سحبتها، واللي هي 3 أسابيع، ولسه كمان والله ما استقريت الى الان زي ما انتم شايفين. والله العظيم بيتي الحالي فاضي، يبغالي من اسبوعين ل3 أسابيع ثانيه على ما استقر بشكل اكيد، بيصير عندي مكان حلو اصور لكم فيه قصص وزي كذا. اخ العيال يعني بتسحبي علينا مره ثانيه؟ لا، على ما يصير السيت اب جاهز او المكان اللي انا بصور لكم فيه قصص راح اضطر اني اروي لكم قصص بهذا الشكل، يعني تاله وراها جدار بس. والله يا جماعه بعيدا عن علوم القبائل والحمايل وذا ان لكم فقده. اي والله. المهم يا جماعه خلونا نسيبنا من التبريرات والاعذار والرسميات، ما بيننا يا جماعه احنا اخوه، وخلونا ندخل بقصتنا لليوم على طول. جايبت لكم قصه من النوع الثقيل، قصه دسمه، تبغون نشوفها سوا؟ يلا نشوفها سوا. اخ يا حبي لكم بس. قبل فترة دقت علي واحدة من صديقاتي المشهورات، هي مرة مشهورة وأتوقع لو أقول اسمها الحين كلكم حتعرفوها، بس لأنها ما تبغى أي أحد يعرفها نهائيا خلينا نسميها لارا. المهم دقت علي لارا وقالت لي تعالى اسمعي، أنت كل القصص اللي تقوليها بقناتك قصص المتابعين صح؟ قلت لها أيوة صح. قامت قالت لي طيب شوفي، أنا صديقتك بس بنفس الوقت متابعة لك، ومن حقي عليك إني أقول لك قصة وترويها. قمت قلت لها طيب إيش قصتك؟ قامت قالت لي اسمع يا بنت الحلال، بدأت قصتي لما ضفت واحد من المشاهير واللي خلينا نسميه نواف، ووقتها أنا بديت أتابعه شوية إلين ما أعجبت فيه، ما حخبي عليكي أعجبت فيه وجدا كمان. فبيوم من الأيام نواف كان فاتح بث بالتيك توك، وهو فاتح البث أنا كنت أكتب له كومنتات كثير تحفيزية وتشجيعية، إنه أنا أحبك واستمر وإلى الأمام وأطلق بث وأحلى من يفتح لنا بث من هذا الكلام يعني، وهو ما كان معبرني أبدا. فقررت إني إيش أسوي؟ أدعمه. دعمته بمبلغ مالي جدا ضخم، يعني دعمته دعم قوي لدرجة انه حتى هو انصدم مرة كمان، والمتابعين كل اللي كانوا حاضرين البث انصدموا. بعد كذا شكرني بالبث على الدعم اللي انا قدمته له وضافني. بعد ما قفل البث جاء عندي وقال لي شكرا على الدعم اللي انت دعمتيني هو بالبث، وكثر الله خيرك والله يسعدك. وانا قلت له هذا اقل شيء ممكن اسويه لك، انا ترى بيك فان فور يو، انا مرة احبك مرة. قام قال لي الله يسعدك وشكرا على الكلام الطيب وعلى الدعم و يعني بالمختصر كان كلامه كله يتمحور حول الشكر، وانا كنت مره مبسوطه بالمحادثه هذه رغم انها عباره عن شكر، بس كان يشكرني على الكلام الطيب اللي انا قلته له على دعمي. بعد كذا بكم يوم فتح بث مره ثانيه، ولما فتح بث قررت اني ادعمه للمره الثانيه بمبلغ ضخم، ودعمته دعم اقوى من الدعم الاول، وانصدم برضو كل اللي كانوا حاضرين البث انصدموا. فلما خلص البث جاء عندي كالعاده وشكرني وقال لي ايش الهرجه، يعني حتى لو تحبيني مستحيل انك تدعميني بمبالغ ضخمه زي هذه ودعم جدا قوي لهالدرجه بدون سبب. هل انت تبغيني انشر لك؟ هل تبغيني ادعم حسابك؟ ايش السالفه؟ قلت له والله ما ابغى منك شيء، كل اللي ابغاه انك تكون مبسوط وبس. قال لي تمام الله يسعدك يا رب شكرا، انا والله مره مبسوط بتواجدك بالبث. وقام يعني برضو يمدحني ويقول لي كلام كله شكر زي المره الاولى. بعد كذا صرت دائما اي بث هو يفتحه انا احضر هذا البث وادعمه، لو ادعمه دعم قليل، اهم شيء اني ادعمه، اهم شيء اني احط بصمتي باي بث هو يفتحه. فمرت بعد كذا فتره ما قدرت اني ادخل له بثوثه لاسباب خاصه، يعني كنت تعبانه وماني قادره اساسا اني امسك الجوال خير شر. بعد ما تشافيت وتعافيت نهائيا من مرضي ودخلت للتيك توك شفت انه نواف كان مرسل لي، دخلت فورا على الرساله حقته وشفته كان كاتب لي كلام زي اللي وينك، ما صرنا نشوفك بالبثوث، عسى ما شر المتابعين فقدوك، انا شخصيا فقدتك. قلت له والله انا كنت تعبانه الفتره اللي فاتت وعلشان كذا ما قدرت اني ادخل لك اي بث، انت افتح بث اليوم باذن الله وحكون اول الحاضرين. قال لي شوفي انا ما اباكي تكوني اول الحاضرين. قلت له كيف يعني؟ لا قال لي انا اباكي تخشي معايا قسط. قلت له واو قسط؟ قال لي ايوه قسط، جاهزه؟ قلت له جاهزه ونص كمان.
معاه. وفعلا بذاك اليوم تحديدا بالمساء فتح بث وخلاني ادخل معاه قست، ووقتها قال للكل هذه هي اكبر داعمه لي وكانت تعبانه الفتره اللي فاتت وكلكم تحمدوا لها على السلامه. قام يرقص ويهيص والمتابعين رقصوا وهيصوا معانا، وانا مره انبسطت. ليش كان يرقص ويهيص؟ لاني تشافيت، قلت له اني انا كنت تعبانه وتشافيت، فاللي كترحيب لي قام يسوي كل هذه الاشياء. والمتابعين عجبهم الوضع، عجبهم وضعنا انا وهو، وصرنا دائما ندخل قستات مع بعض. وكل ما دخلنا قست سوا المتابعين عاد تعرفوهم انتم، زوجوهم، الله شوفوا كيف يناظرها، احس انهم يحبوا بعض بس ما يبغوا يقولوا لاحد. فنواف عجبوا الوضع، لانه المتابعين في البدايه كانوا يتكلموا، كان هذا الشيء مجرد كلامه بس، اللي هو اللي قلت لكم قبل شويه. بعد كذا بداوا يصمموا لهم هم الاثنين، ولما يصمموا لنواف ولارا، نواف تزيد شهرته ولارا تزيد شهرتها. لارا ما كانت تبى الشهره اساسا، كل اللي كانت تسويه هذا بس علشان تسعد نواف وتبسطه، لانها زي ما قلت لكم كانت تحبه. لكن فجاه وبدون اي سابق انذار شافت نفسها انشهرت، يعني شهرتها جت بالغلط وبشكل جدا مفاجئ. المهم نواف بدوره كان مره مبسوط انه شهرته جالسه تزيد ببرنامج التيك توك. فمره من المرات كلم لارا وقال لها اسمع، برنامج التيك توك ما في ميزه الاتصال، فممكن تعطيني سنابك لاني ابى اتصل عليك واقول لك موضوع جدا مهم. انا انبسطت لما قال لي ابغى سنابك، انبسطت. بعد ما اعطيته سنابي ضافني، وبعد ما ضافني دق علي فورا وقال لي اسمع، انت شايفه الوضع حاليا بيننا وكيف اننا كل ما ندخل بث سوا المتابعين يصمموا لنا، ويعني انت شايفه الكومنتات اللي تنكتب عننا صح ولا لا؟ قلت له ايوه صح. قام قال لي طيب شوفي، احنا نبغى هذا الشيء يستمر. ليش؟ لانه هذا الشيء فيه فايده لي ولك، هذا الشيء راح يزيد من شهرتي انا وانتي. انا هنا قلت له تمام مو مشكله، خلاص تبغانا ندخل قستات دائما رح ندخل قستات دائما. انا كنت ابغى ادخل معاه قست يوميا علشانه هو، لاني انا احبه، ما كنت ادور ابدا لا على الشهره ولا كان يهمني الكلام اللي ينكتب عننا بالمختصر. بس ما قلت له هذا الشيء لاني كنت افضل اني اخبي مشاعري الين ما هو يعترف لي انه هو يحبني، او الين ما على الاقل احس انه هو يبادلني هذا الشعور. قال لي طيب شوفي، احنا ما نبغى ندخل قستات عاديه والسلام، لا نبغى نخطط للقستات قبل ما نخشها. قلت له كيف يعني نخطط للبثوث قبل ما نفتحها؟ ما فهمت عليك. قال لي شوفي، يعني نتفق انا وانتي على نظارات معينه نناظرها لبعض، مثلا سوي نفسك تغاري علي لما اقرا كومنت واحده من البنات او واحده من المتابعات وهي تقول انه هي تحبني، لانه هذا الشيء راح يزيد من كلام الناس وراح يزيد من تصاميمهم وبنفس الوقت راح يزيد من شهرتنا. قلت له تمام، اذا هذا اللي تبغاه مو مشكله، باذن الله انه حيصير. وفعلا صرنا قبل ما ندخل لاي بث انا وهو او ندخل قسط مع بعض نكون مخططين على شويه حركات بسيطه نسوي وقت البث اننا مسويينها من غير تعمد او من غير تخطيط مسبق. وفعلا كانوا المتابعين يصمموا لنا اكثر وبدا الكلام يزيد اكثر، وحرفيا احتلينا اكسبلور التيك توك. المهم انا بديت انزعج لانه هو ما صار يدق علي الا علشان نخطط للبثوث او القستات اللي حنفتحها مع بعض. فبيوم من الايام قررت اني اكلم واحده من صديقاتي واللي هي تحديدا البيست فريند واللي خلينا نسميها لانا، وقلت لها اسمع يا لانا، السالفه كذا كذا كذا، نواف يحسب انه العلاقه اللي بيننا شغل، وانا اوكي مبسوطه بالشغل اللي بيننا ومبسوطه بشهرتي المفاجئه هذه، بس انا من جد احبه، انا احب هذا الادمي وماني حاسه ابدا انه هو يبادلني هذه المشاعر ولو بمقدار 1%. وانا ترى من جد صرت احبه مره لدرجه انه يعني صرت ابكي لما هو ما يرد علي بدري او لما اشوفه مشغول بشيء غيري، صرت ابكي مستوعبه كميه الحب اللي صرت احبها لهذا الشخص. قامت لانا قالت لي مين نواف؟ انا لما شفتها ما تعرف نواف عرفتها عليه، وبعد كذا عرفتها بطبيعه العلاقه اللي بيننا واللي هي انها مجرد علاقه عمل فقط من وجهه نظر نواف. قامت قالت لي طيب ممكن حتى هو يحبك وزي ما انت تنتظري مبادره منه حتى هو ينتظر مبادره منك. قلت لها والله ما اتوقع، يعني ما في اي شيء ابدا يوضح هذا الشيء. قامت قالت لي انت مو تقولي انه انتوا يوميا تدخلوا قسط مع بعض؟ قلت لها ايوه صح. قامت قالت لي طيب شوفي، اليوم اذا دخلتوا قسط مع بعض انا ابغى ادخل معاكي. قلت لها كيف يعني؟ ما فهمت. قالت يعني لما تدخلي معاه قسط انا ابغى اكون معاكي وانا راح احاول اني اكتشف حقيقه مشاعره بالنسبه لك او تجاهك بطريقتي. وفعلا لما جاء الليل او تحديدا الوقت اللي المفروض انا ونواف نبث فيه مع بعض جبت انا لانا معايا. بعد ما جت لانا معايا نواف استغرب، قال لي مين هذه اللي انت جايبتها معاكي؟ قلت له والله هذه البيست فريند حقتي وحبت انها تطلع معانا بالبث فطلعتها. الشيء هذا يضايقك؟ قال لي لا 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 بالعكس، وبدا يتعرف عليها وسال عن عمرها ومن متى انتوا
انتوا تعرفوا بعض، وكان يعني الحوار اللي بيننا احنا الثلاثة جدا لطيف، كان البث جدا ممتع. بعد كذا لانا قالت لنواف انت من اول ما شفتني بالبث وانت بس تسألني سؤال ورا سؤال سؤال ورا سؤال، الحين جاء دوري اني اسألك. قام قال لها طيب اسألي. قامت قالت له شوف انت الحين عرفت العلاقة اللي بيني وبين لارا، انا الحين جاء دوري اسألك ايش علاقتك انت ولارا؟ قال لها ما في اي علاقة ابدا، علاقتي معاها مجرد واحدة ادخل معاها بثوث وننبسط انا وهي مع بعض. قالت له بس؟ قال لها بس. قالت له يعني ما في مشاعر حب من هنا شيء مخبينه عننا انتوا الاثنين وتبوا تصرحوا عنه الحين؟ قال لها ابدا. بعد ما قال كذا انا اتضايقت، سويت للانا كذا اللي غير الموضوع، خلاص اجابته كانت صريحة وواضحة وما نبغى اننا نتعمق بالموضوع اكثر من كذا. حتى المتابعين قاموا يكتبوا لي اوف والله زبد لها خير، انت ليش تزبد لها، ليش تجرحها بهذه الطريقة؟ فنواف بدوره هو كمان انزعج. جلسنا بالبث فترة قليلة، بعد كذا كلنا قفلنا البث، واول ما قفلنا البث انا فورا توجهت لنواف بالسناب وقلت له نواف الكلام اللي انت قلته بالبث قبل شوية هذا من جد؟ قال لي ايوه من جد. انت تحسب انه في بيننا شيء غير البثوث؟ قلت له لا، بس يعني لا مو لا الا من جد كنت احسب انه بيننا شيء يعني اتوقع واضح اني انا معجبة فيك، وكنت انتظر انك تبادلني هذا الاعجاب. قام قال لي والله بنت الحلال ما في لا اعجاب ولا بطيخ، كل العلاقة اللي بيني وبينك علاقة عمل، انا اساهم بزيادة شهرتك وانت بدورك تساهم بزيادة شهرتي. قلت له طيب اوكي. قام قال لي يعني ما تبغينا نستمر بالشغل اللي بيننا او باثارة الجدل البسيطة اللي جالسين نسويها انا وانت بالتيك توك؟ قلت له حتى لو نبغى نكمل او لو انا وافقت اني اكمل معاك بعد اللي انت قلته، انت زبدت لي قبل شوية بالبث وقلت انه ما بيننا اي شيء ابدا. قام قال لي وانت متوقع ان المتابعين يصدقوا؟ المتابعين للحين ماشي عليهم تمثيلية انه احنا نحب بعض وما نبغى نعترف بهذا الشيء. قلت له خلاص تبغانا نكمل بنكمل، ما عندي اي مانع ابدا، وانا بيني وبينكم السبب اللي خلاني اوافق اني اكمل هذه التمثيلية معاه مو لاني ادور الشهرة ابدا، لانه الادمي زبد لي قال لي انه اللي بيننا شغل، فاذا قلت له اني ابغى ننهي هذا الشغل ما عاد يكلمني ابدا، وانا ما اقدر ابدا اني ما اكلم نواف. وفعلا استمرينا بالبثوث اللي كانت بيننا وبين بعض، وكنت انا بين كل فترة والثانية اجيب لانا معايا على اساس انها تبث معايا انا ونواف. بعد كذا بديت الاحظ انه بالبثوث لما انا اجيب لانا معايا نواف يكرشني او يسحب علي نهائيا وبس يسولف مع لانا. حتى المتابعين انتبهوا لهذا الشيء، اللي ليش ساحب على لارا، ليش بس تكلم لانا، كلم لارا. وهو تحسوه يعني يسوي هذا الشيء بدون قصد، يعني يكون مخطط معايا انه بالبث الجاي هنسوي كذا وكذا وكذا، ولما يشوف انه لانا معايا يسحب على الخطط اللي احنا مخططينها مع بعض ويجلس يكلم لانا، يسحب علي وعلى الخطط وعلى المتابعين وعلى كل شيء، حرفيا على كل شيء. فانا انزعجت من الوضع وما صرت اطلع لانا معايا بالبثوث اللي بيني وبين نواف. جتني لانا وقالت لي لارا ليش ما صرتي تطلعيني معاك؟ قلت لها بس لاني ما ابغى. قالت لي لا من جد ليش؟ قلت لها لاني ما ابغى. قالت لي يعني انت تبغيها كذا؟ قلت لها ايوه ابغاها كذا. ايش حتسوي؟ حسابي وبكيفي ادخل واطلع اللي ابغاه. قالت لي تمام. المهم باليوم ذاك فتحنا انا ونواف بث، ولما فتحنا البث لارا دعمت نواف بدعم جدا قوي وبمبلغ جدا ضخم، سوت نفس الحركة اللي انا سويتها ببداية علاقتي انا ونواف انصدم وانا انصدمت والمتابعين انصدموا، وقام يقول لها عز الله يعزك وشكرا لك يا لانا وضافها نفس اللي سواه معايا سواه معاها. بعد ما ضافها انا فورا لما قفلنا البث رحت لانا وقلت لها انت ايش قصدك من الحركه اللي سويتيها هذه؟ قالت لي ما قصدي شيء. قلت لها الا واضح انه قصدك شيء، بس انا للحين ماني قادره اعرف ايش هو، ليش دعمتيه؟ قالت لي شوفي بما انه هو ما يحبك، يعني العلاقه اللي بينكم حب من طرف واحد، انا بصراحه حبيت نواف، حبيته من كلامك، حبيته من طريقه كلامه لما يكلمني لما انا اكون معاكي بالبث، فانتي اعترفتي له بحبك وزبد لك، خليني انا احاول واجرب حظي ممكن تزبط معايا. قلت لها نعم لانا انت بكامل قواك العقليه يوم انك تقولي هذا الكلام؟ قالت لي ايوه بكامل قواي العقليه صراحه. قلت لها لانا انا صاحبتك بيعيني عشان نواف؟ قالت لي انا ما بعتك، انا للحين بعلاقه معاكي، اذا انت تبغي تقطعي العلاقه هذه او تقطعي الصحبه اللي بيننا فهذا شيء راجع لك. والله المشاعر ما اقدر اتحكم فيها، وانا والله بدون ما احس على نفسي طحت بشباك الحب مع نواف. انا هنا مره عصبت وبديت اسبسبها ويا وانت واحده ما يتامن لك والشرع علي اني اعتبرتك صديقه وبعد كذا رحت فورا لنواف وقلت له نواف اسمع ابغاك تشيل الاضافه من لانا. قام نواف قال لي وليش اشيل الاضافه منها؟ قلت له بس لاني انا طلبت هذا الشيء، اتمنى منك انك تشيلها، انا اللي عرفتكم على بعض اذا ما كنت تدري. قام نواف قال لي لارا انا ضفتها مو لاني
انا ضفتها لانها تدعمني، وزي ما انت دعمتيني في البدايه وضفتك، هي دعمتني اليوم وضفتها، ما راح اشيل منها الاضافه. قمت انا قلت له لو ما شلت منها الاضافه اقسم بالله اني ما حد اطلع معاك مره ثانيه اي بث بحياتي. قال لي لا تطلع. قمت انا قلت له اوكي تمام، اذا هذا اللي انت تبغاه تمام. وبعد كذا حذفته من التيك توك ومن السناب، وحذفت صديقتي لانا من كل مكان، اللي خلاص بقطعها معاهم هم الاثنين. وصرت افتح بثوث بالتيك توك لوحدي بدون ما اكون معاه، وهو طبعا صار يفتح بثوث مع بنات غيري، ما يفتح لا معايا ولا مع لانا. ليش؟ لانه لو فتح مع لانا الناس او المتابعين راح يعرفوا انه انا وهو تهاوشنا والسبب لانا، فعلشان ما يجيب الكلام لنفسه ولا يجيب الكلام للانا ما كان يفتح معاها بثوث ابدا. هي اذا كانت تبغى تسوي له شيء كانت تدعمه ببثوث لا اكثر ولا اقل، وهو كمان كان بين كل فتره وفتره يدعمها ببثوثها. وانا علشان ما اكذب عليكم اكتئبت مره، كمان مره اكتئبت من الشيء اللي صار. انه يعني حتى لو ما بينكم شيء المفروض تحترموا رغبتي، انا ما ابغى انه يكون بينكم اي علاقه حتى لو مجرد فولو. انا اللي عرفتكم على بعض، ليش ما تبغوا تسووا انفولو لبعض؟ وزعلت كمان من اني لما حذفت لانا من كل مكان ما جت عندي وحاولت انها تستفسر او تفهم ليش انا بلكتها او حذفتها من كل مكان، لا ولا كاني سويت شيء. حتى بالمدرسه صارت لما تشوفني تلف وجهها، اللي تعرفوا اللي طبقت مقوله شين وقوي عين، يعني هي اللي غلطانه ومسويه انها الزعلانه، هذا بالضبط اللي كانت تسويه لانا. المهم بديت انا اتاقلم على هذا الوضع، رغم اني في البدايه كنت جدا مكتئبه زي ما قلت لكم، لاني خسرت اعز اثنين على قلبي بهذاك الوقت. لكن الايام تنسي والوقت ينسي زي ما قلت لكم، وبديت اتعود على اني اصاحب ناس غير لانا، وبنفس الوقت بديت اتعود على اني افتح بثوث وادخل قستات مع ناس غير نواف. وحتى المتابعين تعودوا على هذا الشيء، رغم انهم بين كل فتره وفتره كانوا يسالوا نواف عني وكانوا يسالوني عن نواف. وبيوم من الايام تفاجأت انه نواف رجع ضافني بالسناب، قبلت اضافته وبعد كذا قلت له ايش في؟ ايش تبغى؟ قام قال لي ما انت حابه اننا نرجع التمثيليه اللي كنا نسويها؟ قمت انا قلت له ليه طاحت شهرتك وتبى ترجعي لي؟ لما انا قلت كذا نواف مره عصب، قال لي اصلا انا اللي شهرتك، انا اللي خليتك تطلعي معايا قستات، انا اللي كنت اخطط، انا اللي كنت افعل، انا اللي كنت اسوي. وانا كنت اقرا كلامه بدون ما ارد عليه ابدا. بعد كذا قال لي كلام مره جرحني، قال لي انت شايفه وجهك؟ انت من جدك كنت متوقع انه بيوم من الايام ممكن احبك؟ وعشان اقهرك زياده انا ترى صرت احب لانا، واللي بيننا ما صار مجرد فولو بس، لا صار في علاقه حب بيننا، انا احبها وهي تحبني اضعاف الحب اللي انا احبه لها. لما قال لي كذا انا اساسا كنت متوقعه هذا الشيء، بس لما قال لي هو بهذه الطريقه انجرحت. فوقتها بلكته من السناب علشان ما يرجع يضيفني، وكملت حياتي طبيعي زي ما قلت لكم، ادخل قستات مع ناس غيره واصاحب ناس غير لانا. وخلاص انا بعد الكلام اللي هو قاله هذاك كرهته، والله العظيم كرهته وكرهته جدا، كمان كرهته هو ولانا. قلت انه لعلها اخيره، يعني لعل انه ربي ما كان يبغانا نحب بعض انا وهو السبب. فعلا كان الموضوع خيره. الحين هقول لكم ليش. قبل فتره وتحديدا لما كنت بالمدرسه، وتحديدا اكثر لما كنت باحد حمامات المدرسه بالصبح مره بدري قبل ما يبدا اليوم الدراسي، دخلت علي للحمام مين؟ لانا. ولما دخلت وشافتني جد تبغى تكلمني، وانا اول ما شفتها متوجهه نحوي جيت ابغى اطلع من الحمام، لكن هي مسكت يدي. بعد ما مسكت يدي قالت لي يا لارا اسمعي، انا اسفه على كل شيء سويته معاكي، وبدات تبكي. انا لما شفت لانا تبكي حضنتها، لاني ما كنت عارفه هي ليش تبكي، بس اللي اعرف انه لانا جدا قويه وما تبكي الا على شيء جدا قوي. بعد ما حضنتها وهديتها قلت لها لانا ايش بك؟ ايش في؟ ايش اللي صاير معاك؟ وهنا لانا انفلتت وبدات تحكيني عن كل شيء صار بينها وبين نواف، وكيف انه استغل حبها له وخلاها تطلع معاه مره واثنين وثلاثه. وطبعا كل ما زادت الطلعات كل ما كان في حركات غير اخلاقيه بينهم هم الاثنين، وكيف انها بعد كذا اكتشفت انه نواف هذا خاين ولعاب، وانه نفس الحركات والكلام اللي كان يسويهم مع لانا كان يسويهم مع 100 بنت. كان هو يستقصد انه يستغل شهرته علشان يستدرج اللي يحبوه من البنات، وخاصه اللي يكونوا قواصر، ويسوي معاهم هذا الشيء. فلانا تقول لي لارا هو لعب بمشاعرك بس صح، لكن انا لعب بمشاعري ولعب بنفسيتي ولعب بشرفي. ولما كشفته وقلت له اني ما عاد ابغى اكون بعلاقه مره ثانيه معاك، ما تردد ولا لحظه، وبنفس الثانيه اللي قلت له فيها هذا الكلام حذفني من كل مكان. ليش؟ لانه عنده بدائل، عنده بنات عدد شعر راسي وعدد شعر راسك يكفوه عني وعنك. فانا جايتك وانا ندمانه، والدنيا مظلمه ومسوده بوجهي بشكل مو طبيعي، وكل اللي ابغاه منك انك
تسامحيني وانك توقفي معايا، لاني حاليا باصعب فتره من فترات حياتي. شوفوا انا بعد ما سمعت الكلام هذا من لارا سامحتها وبدون اي تردد كمان. ليش؟ لانها كانت بيوم من الايام البيست فريند حقتي، وحاليا انا مع لارا وجالسه احاول قد ما اقدر اني اخليها تطلع من حاله البؤس والاكتئاب اللي هي فيها. وقلت لكم هذه القصه لاني ابغاكم انتبهوا من كل شيء واي شيء، وانتبهوا بشكل خاص من المشاهير. انا اتكلم عن الفانزات اللي هم فانزات المشاهير، لما يجلسوا يصمموا لهم ويكتبوا لهم كلام حلو وبعدين المشهور هذا يضيفهم كيف بسطوا بالاضافه، بس لا تخلوه يتمادى معاكم سواء بالكلام او باي فعل من الافعال مهما كانت بسيطه. خلوا دائما بينكم وبين المشهور اللي انتم تحبوه حدود، حتى لو المشهور هذا جاء لحد عندكم وكلمكم. والله عاد يستر علينا وعلى بنات المسلمين، ويستر على لانا ويخليها تتجاوز الصدمة اللي هي فيها حاليا، إنها صدمة جدا قوية صراحة. يعني صارت أشياء جدا قوية بينها وبين نواف، بس أنا ما قلتها احتراما وتحفظا لها. عموما يا حلوين إلى هنا وتكون انتهت قصتنا لليوم. أتمنى يا رب إنكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، وفي حال كان في أي أحد منكم عنده موقف أو قصة مناسبة وحابب إنه يشاركنا فيها، كل اللي عليك تسويه عزيزي المشاهد هو إنك ترسل قصتك لي على حسابي في الانستغرام. رابط حسابي في الانستغرام راح تشوفوه تحت بالديسكربشن. ومن هنا إلى ما ينزل المقطع القادم بإذن الله أو القصة القادمة، أشوفكم على خير.